المطلقه لا. ايوه المطلقه لا. طب ليه؟ عشان هي مطلقه. انا اتجوزت راجل كل يشوفه يقول عليه محترم، الصورة محترم، الشكل محترم، اللبس محترم، طريقة الكلام محترم، واهلي اتخدعوا فيه. اتجوزته، وبعد ما اتجوزته عدى شهر اتنين وبنى على حقيقته اللي هي ايه بقى؟ قلة ادب، شتيمة، ضرب، حتى كمان شغله مش ملتزم بيه، قاعد في البيت طول النهار يشيس لي وبهدل لي الدنيا. يمرضيش ربنا كده يقول لي انت مال اهلك ويهزقني ويبهدلني؟ مش هو ده اللي انا اتجوزته. رحت قلت لاهلي، قلت لهم يا جماعه ده بيعمل فيا، بيبهدلني ومبهدل الدنيا وطلع مش زي ما احنا شايفينه. قالوا لي بقول لك ايه، ده نصيبك وارضي بيه. طب يا جماعه ما انا ممكن اتطلق منه. لا، احنا ما عندناش بنات تتطلق، مفيش حاجه اسمها حد يتطلق. طب يعني اعيش في البهدله دي؟ معلش، بكره ربنا يهديه، بكره يتعدل، بكره يبقى كويس، وبكره ده ما بيجيش. عدى شهر اتنين تلاتة، قلت لا. رحت للدكتوره قلت لها بقول لك ايه، انا مش عايزه اخلف. قالت لي ليه؟ بصراحه دكتوره بنت حلال. كلمت معاها وقلت لها انا عايزه اجل الخلفه شويه. قالت لي خلاص ماشي، جوزك موافق؟ قلت لها اكيد جوزي موافق، امال هجيلك من غير ما اقول له؟ المهم خدت وسيله وايه، اخرت الخلفه شويه. عشان ايه؟ يمكن يتظبط، لو اتظبط ما انا خلاص هجيب عيال، ايه اللي يمنعني؟ ما انا نفسي ابقى ام. الموضوع زاد فيها، قعد في البيت بهدلني وقال لي بقول لك ايه انزلي اشتغلي. قلت له انت الراجل. قال لي بقول لك ايه انا مش عايزه اشتغل، انزلي اشتغلي انت. بهدله وقله ادب. رحت قلت لاهلي، قالوا لي معلش. كل ما اروح لهم يقولوا لي معلش معلش. طب معلش اعمل ايه يا جماعه؟ نزلت اشتغل، ما هم اهلي راضيين يقفوا جنبي، مش عايزيني ابقى مطلقه. ما هو انتوا بتعرفوش المطلقه دي بالنسبه لنا احنا، يا لهوي دي اتطلقت. طب اتطلقت ليه؟ اكيد فيها حاجه، اكيد فيها عيب. ما بيجيبوش العيب على الراجل، بيجيبوا العيب على الست. ان وقفت مع فلان الحق عشان هي مطلقه واقفه مع فلان، ان عملت كده اصلها مطلقه، اللبس الجلابيه حلوه وخرجت بيها، شوفي يا اختي عامله ازاي في نفسها عشان الرجاله تبص لها. هي المطلقه عندنا كده، واهلي خايفين من كده. المهم استحملت سنه اتنين بهدله وقله قيمه. قلت لهم في الاخر بقول لكم ايه، انا هتطلق واللي عايز يتكلم يتكلم يا بنتي. قلت لهم بصوا، لا اتطلق لا اعمل لكم حاجه فيا، تختاروا ايه؟ قالوا لا خلاص اتطلقوا وايه، وقعدوا سيبك على ربنا. المهم عملت قضيه خلع واتطلقت منه بعد البهدله وقله ادب وشتيمه. طبعا الناس ما بتقولش العيب عليكي، الناس ما بتقولش هو عمل فيكي وسواكي، بيقول ان انت مطلقه. فضلت برضه في شغل زي ما انا، ما هم اهلي انا مش هنصرف عليكي. قلت لهم خلاص انا بشتغل، يا اما تعيشوني معاكم في وسطيكم وانا هشتغل بقرشي خلاص، وهشتغل معاكم في البيت، يا اما هقعد لوحدي ويبقى ايه في وشكم انتوا. قالوا لا على ايه، هتبقى مطلقه وتقعد لوحديها، هتوقف حال اخواتها. هم عملوا كده مش خافوا عليا. المهم كل ما اروح مشوار، اتاخرتش ليه؟ الساعه كذا يا جماعه، ده انا ما عادش اقول حتى كمان بخرج الساعه يعني زي مثلا قول الساعه 4، قول الساعه 4 اما اوصل البيت ساعه مواصلات. لا ازاي عايزين من 4 اكون 4 في البيت؟ طب ما انا مواصلات في طريق ملناش فيه. اخويا يقول له يوصلك ويجيبك، طب ليه ما اروح لوحدي؟ لا معلش ما تروحيش لوحدك انت مطلقه. المهم الرجاله بقى طبعا في شغلي طمعانين فيا، ليه؟ ما انا مطلقه مش بنت طبعا. يجي يكلموني ويتعاركوا معايا في الكلام، عايزين ايه؟ الشمال. اديهم انا بالشمال على دماغهم، وقفوا عند حدهم، ما هو ما ينفعش، هو انا عشان مطلقه تستهزئوا بيا؟ المهم جانا واحد اشتغل معانا جديد. انا على فكره يا جماعه شكلي مش وحش وشكلي صغير، مهتمه بنفسي، بس في نفس الوقت محترمه، ما بخليش حد يجي جنبي. المهم لقيت ده جاي بقى شايف نفسه، جاي يلون عليا. لما عرف ان انا مطلقه اديتهم له، عملها تاني اديته الزياده، وكل ما اجي اديله الزياده. قال لا، ده البنت دي ما شاء الله عليها مطلقه بس محافظه على نفسها. يعني انا في بنات كتير هنا لغيتهم جم جري، دي مطلقه ووقفتني عند حدي، هي دي اللي تناسبني وهتجوزها. بس اعمل ايه في امي؟ انا واحد امي وليا اخت بنت، بس امي مش راضيه انا اتجوز مطلقه. اعمل ايه؟ اقول ما اقولش لامي انها مطلقه. وجي كلمني وقال لي بقول لك انا عايزه اتجوزك. قلت له طب بتلون؟ قال لي لا والله بتكلم بجد، بس عايز منك حاجه، ما تقوليش لامي ان انت مطلقه. ليه؟ ان شاء الله اسمعي بس بقول لك عليه، مالكيش دعوه انا هتصرف. قلت له اهلي؟ قال لي هنبه على اهلك وانت كمان نبهي على اهلك. وفعلا عمل كده، بس انا طبعا مش مرتاحه، هو ليه ما يقولهاش؟
قلت اسكتي يا بنت، هو وامه حرين. المهم جيت قدموا لي وانا مش بان عليا انا مطلقه، انها شكل صغير وفعلا متجوزه صغيره. الموضوع تم الحمد لله. بس احنا عندنا في البيت قالوا مفيش فرح، مفيش مطلقه بتعمل لها فرح عندنا. امه استغربت، هو مش هيعملوا فرح ليه؟ قال لها مفيش يما، انا اللي قلت عشان عايزه اوفر فلوس. فرح ايه؟ الناس كده بتتكلم كده بتتكلم. قالت له خلاص يا ابني براحتك. ويصادف الصدفه ان اخته جوزها يعرف ان انا كنت متجوزاه، عمال يشبه عليا يشبه عليا. المهم راح ايه، قال لي حماتي بقول لك ايه، هو اتكلم مع حماتي، انا ما اعرفش، انا كنت خلاص دخلت والموضوع تم الحمد لله، وبخدم حماتي بعينيا وشايلها فوق دماغي، والوليه فرحانه مني. الوليه فجاه واحده قلبت عليا، مش طايقاني، مش عايزاني اكلمها، مش عايزاني انزل لها شقتها، مش عايزاني اعمل لها اي حاجه. ليه؟ اترى عرفت ان انا مطلقه. مين اللي قال لها؟ المعدول جوز بنتها. مسكت جوزي بهدلته، قالت له ضحكت عليا، انت جوزها مطلقه ليه؟ هو انت ناقص ايد ناقص رجل؟ الله يا ما مالها فيها ايه؟ شفت منها ايه؟ ما هي كويسه معاك ايه؟ مطلقه ولا بنت؟ مش انت عايزه حد فوق راسها؟ قالت له لا بس انا عايزه بنت بنوت. الله يا جبت لك بنت بنوت وطلعت انسانه مش كويسه وبهدلتك ولا شدت فوق دماغها وحصل مشاكل بينك وبينها، تقول له ماليش وعد، انا عايزه بنت بنوت. المهم كل ما انزل لها تطردني. طب يا جماعه، طب إيه؟ رحت قلت له ينفع الكلام ده؟ قال لي ما تنزليش، قال لي ما تنزليش. قلت له خلاص مش هنزل. بطلت انزل. هي بقى طلع الطلعه والنازله تديني كلام زي السم. المهم قالت لابنها ايه، بقول لك ايه، يا انا يا هي. الله يعني ايه يا ام؟ قالت لي يعني يا انا يا هي، يا هي في حياتك يا انا اللي في حياتك، اختار واحده فينا. قال لها كده اخرب بيتي بايدي. قالت له بيتك فين؟ بيتك ده انت هتستعبط؟ جايب لي واحده مطلقه وتقول لي بيتك؟ انا ما اعرفش الحوار ده بينهم كده اصلا. المهم سابها وطلع وكبر دماغه، برضه بينزل لها مش عايز تفتح له. فانا قلت يا اختي في ايه؟ طب ما انا بطلت انزل لها، هو تعمل معاه كده ليه؟ ما خلاص بقى انا بعدت بعيد عنها. فبقول له هو في ايه؟ هي امك بتعاملك كده ليه؟ مش انا خلاص بعدت؟ قال لي لا يا حبيبتي انت لسه في دماغها. طب هي له يعني هي عايزه ايه طيب عشان نريحها وخليها تبقى كويسه معاك انت، مش لازم انا يعني. قال لي عشان اطلقك. قلت له طلقني انا؟ قال لي اه. طب ليه؟ قال لي كده عشان انت مطلقه. قلت له عشان مطلقه مش عشان عملت معاها حاجه. طب انا هنزل لها، ما قلت له هنزل لها. قلت له عايزه اسال سؤال، انا قصرت معاكي في ايه؟ انا عملت فيكي ايه؟ مش عرفك انا اتطلقت ليه اصلا؟ طب هقول لك اتطلقت ليه؟ مش عايزه اسمع، مش عايزه اعرف. طب ما ممكن اكون انا مظلومه، ماليش فيه، ماليش دعوه، يا انا يا انتي. قلت لها يا انا يا انتي؟ لا خلاص انتي، انتي وهمش انا. قالت لي مع السلامه يا حبيبتي. طلعت لميت حاجتي، هو بيقول لي الحفله، قلت له مش هقعد، انا مش هخسرك امك. امك حد مش عايز تسمع مني انا اتطلقت ليه. هي كلمه مطلقه قدامها دي ان انا انسانه مش كويسه. فخلاص انا اخد بعضي وامشي واعوج على ربنا بقى في اللي انا فيه. يهديك يهديك. قلت له ما ينفعش، اختار امك عشان امك هي اللي ابقالك، امك هتدخلك الجنه مش انا هدخلك الجنه. خدت بعضي ومشيت على اهلي. يا لهوي على اللي اهلي عملوه. قلت لهم يا جماعه مش ذنبي، والله ما هو ذنبي، هي حماتي عرفت انها مطلقه. حماتي يعني احنا غلطانين ما قلناش من الاول، كان الموضوع اصلا ما تمش من الاول، بس احنا قلنا هو هيقول لها. هي عرفت وبهدلت الدنيا ومش عايزاني، عايزه تطلعني منه. طبعا امي قعدت تعيط، ويا بختك يا بنتي يا بختك المنيل، اللي خلاك اعمل انا الوقت. قلت لها ما تعمليش حاجه ياما، ده نصيبي، ده نصيبي. يعني هو طلقك؟ قلت لها لا لسه ما طلقنيش. المهم ان هو مش عايز يطلق بصراحه، متمسك بيا جدا، ما بيكلمش امه، طالع نازل ما بيكلمش امه. طبعا امه انا مشيت من البيت فامه عايزه تكلمه تاني، هو مش عايز يكلمها، رفض يكلمها. اتصل بيا قلت له لا كلم امك وسيبك مني انا. قال لي لا ولا هسيبك مني، انا مش هخسرك وهخسر امي في نفس الوقت، انت مريحاني، انا مش شايف منك حاجه. ايه يعني اتطلقتي واتطلقتي كمان وانا عرفت على فكره، وانت ما قلتيلي انا سالت واتاكدت من كلامك. انا مش هطلقك. وماسك بيا بصحه ربنا. عدى شهر اتنين تلاته هو بيكلمني في التليفون بيطمن عليا، وبروح شغله بيشوفني هناك، انا لسه على ذمته اصلا. المهم بعد 5 شهور تقريبا اخته جت البيت غضبانه. جت غضبانه لان البيت جوزها بيرغي حريم، وهي مسكته ومصممه على الطلاق. هو الراجل متلكك ان في واحده شغلاه وشغله دماغه. قال لها مع السلامه، خدت عيلها ومشيت. راحت لامها قالت لها ده بيكلم حريم، ده بيخوني. ده كلام ايه بقى؟ كلام
يعني الواحده ما تقدرش تستمر معاه، وبيعملها معامله وحشه جدا، وبيقل ادبه عليها، وهي البنت مش مستحمله. طلبت الطلاق منه، هي وسط عند امها، ما عادش شهرين بعتها ورقه طلاق على البيت. امها قعدت تعيط، بنتي بقت مطلقه، بنتي بقت مطلقه. راح جوزي بقى مش يسكت، جوزي طبعا زعلان عشاني، راح قال لها ما انت ظلمتي واحده عشان مطلقه وطردتيها، اهي بنتي جت متطلقه. قالت له انت شمتان فيا في اختك؟ اخته قالت له شمتان؟ انا مش شمتان فيكي والله يا اختي، انا مش شمتان فيكي، انا بقول لامك اللي حصل. امك مشت مراتي وعايزاني اطلقها عشان هي مطلقه، مش عشان هي عملت حاجه فيها. المطلقه مش وحشه. قالت ما احنا بقى اختك عارفين اخلاقها وعارفين سلوكها. قال لها وانا مراتي كمان عارف اخلاقها وعارف سلوكها، واختبرتها قبل ما اتجوزها على فكره، وسالت عليها. مراتي برضو كويسه على فكره يا ام، على فكره انا مش هطلق مراتي عشان تبقى عارفه. راحت اختي قالت لها يما حرام تظلميها، ما هي ممكن تبقى زيي برضو، ليه عملتيها كده يا ام؟ هتردلك في بنتك. الوليه طبعا سكتت، وايه شافت نفسها غلطانه بس ما غلطتش نفسها. فضلت ساكته يوم التاني التالت ما بتتكلمش، عدى شهر انها تلين تيجي تاخدني لجوزي، مفيش فايده. ماشي. المهم ابنها قال لها على فكره ياما اروح اجيب مراتي، ما رضتش عليه. لما جالنا البيت بقى، امي قالت لي وابويا احنا مش هنرجعها لك البيت، لما امك تيجي تاخدها مفيش مشكله عندنا، وامك تبقى راضيه، احنا مش عايزين بقى وجع قلبك فيها اللي حصل كفايه اللي احنا فيه. قال لها بس انا جاي اخدها. قال لها قالت له ما انت خدتها مننا قبل كده، وامك لما عرفت رجعتها لنا، امك ترضى انها تبقى في بيتها احنا نرجع لك بنتنا، غير كده ما عندناش كلام نقوله. المهم راح لامه وقال لها دلوقتي هو مش عايزين يرجعوها، هما دلوقتي عايزين انت تقولي راضيه على الجوازه دي يا ام ما تخربيش بيتي. اختي بقى تتكلم معاها من ناحيه وانا اتكلم معاها من ناحيه، قالت له خلاص يا ابني انا موافقه انها ترجع، انا غلطانه، هي فعلا البنت ما عملتش فيا حاجه، انا كرهتها بس عشان مطلقه، لكن البنت بصراحه كانت شايله فوق دماغها، ما عملتش فيا حاجه. على العموم انا هكلمه في التليفون عشان مش قادره اروح لحد، لان من ساعه اختك ما جت وانت شايفني فعلا، من ساعه اختي طلقت وامي تعبانه، مش قادره اقوم من مكانها، الحزن ماسكها. كلمت حماتي وكلمت حمايه، معلش حقكم عليا انا مش قادره اجي، انا فعلا تعبانه مش قادره اجي، بس انا بقول لكم حقكم عليا وخلي بنتكم ترجع مع ابني. ربنا يهدي الحال ويستر عرض كل الولايه يا رب. يعني انت موافقه يا حاجه؟ اه موافقه، انا غلطانه وحقكم عليا. جه جوزي خدني ورحنا البيت، دخلت عليها بصتها من دماغها، قلت لها ازيك يا امي عامله ايه وحشاني، لقيتها بتقابلني كويس، ازيك يا بنتي عامله ايه الحمد لله معلش قادره اقوم لك عشان تعبانه، قلت لها الف سلامه عليكي، وبصت اخته من هنا ومن هنا، وقعدت معاها واتعشيت معاها وطلعت شقتي. والحمد لله ربنا هدى الموضوع والموضوع عدى على خير. بقيت انزل لها اشوف لها طلباتها، الوليه تعبت قوي من حزنها على بنتها عشان كانت مطلقه. قلت لها انا يما ما تحزنيش قوي كده، يمكن ربنا يرزقها بواحد زي جوزي. قالت لي يا بنتي كلمه مطلقه دي مش حلوه، انا مش هسيء ليكي وهسيء لبنتي، انا مش عايزه اشيل ذنبك تاني واتكلم، الناس بالنسبه لها المطلقه دي عار يا بنتي. قلت لها عارفه يا انا عارفه، بس سيبيها لربنا، ربنا هيرزقها بانسان كويس ان شاء الله، صدقيني. قالت يسمع منك ربنا، يسمع منك ربنا، انا عيانه بسببها، انا عيانه بسببها، ربنا ينتقم منه، ربنا ينتقم منه اللي عمل فيها كده. قلت لها معلش. بقيت اشيلها وانزل لها وانزل مع اخته واشوف جوزي، والحمد لله الدنيا مشيت وربنا كرمني وحصل حمل الحمد لله. بصراحه الست فرحت لي وجوزي فرح جدا والدنيا هديت الحمد لله. الحمد لله اللهم لك الحمد. يعني انا طلاق اخته ده واللي حصل ما كنتش هرجع لجوزي. انا مش هقول دان تدان وهقول ربنا عمل فيها كده عشان عملت فيا، عشان حرام عليا ماليش فيه، هو قضاء ربنا معاها كده اصلا. بس يا جماعه المطلقه دي مش عيب، يعني انا مطلقه عشان هحصل فيا، والناس كتير زيي اتطلقوا عشان البهدله، وفعلا في ناس تانية اتطلقت عشان هي مزاجها وعايزه كده، مش كله زي بعضه فعلا يا جماعه، ما تاخدوش العاطل في الباطل. وبعدين ربنا حلل الطلاق، ما دام انتوا مش قادرين تعيشوا مع بعض ربنا حلله، ليه انتوا تحرموه؟ ليه انتوا تعملوا جرم؟ هو مش جرم يا جماعه والله، ساعات بيبقى رحمه، بيبقى رحمه بالست او بالراجل، بيبقى رحمه ساعات الطلاق دوت. ليه احنا نقول دي عشان مطلقه كله يطمع فيها، والرجاله ما عندهاش ريحه الدم، يعني يعرفوا دي مطلقه يجروا وراها. طب ليه؟ يعني عشان هي مطلقه وسهله؟ ما في بنات اسهل من مطلقات، ربنا يستر عرضنا كلنا يا رب، وعرض كل الولايه. المطلقه ما هيش عيب، المطلقه ما هيش جريمه، المطلقه ما هيش عار،
يا جماعه يعني المطلقه دي انسانه برضو. وبعدين انت مش عايز تتجوز، اسال عليها شوفها اتطلقت ليه. ممكن اللي طلقها ده بهدلها ومطلع عينها ومطلع عين اللي جابوها كلهم، عشان كده اتطلقت. المطلقه مش عيب يا جماعه، مش عيب. ودي قصتنا النهارده.